النهارده هنعمل توست بطريقه جديده ولذيذه جدا، الاطفال هيحبوها. تاخدوها معاكم في اللانش بوكس في النادي. بصوا، مفيده قوي وسهله جدا. اول حاجه هنجيب بيضه واحده، ده لو هنعمل 2 توست، وعليها معلقه كبيره لبن. وبعدين هنحط معلقه كبيره من السكر. تمام. السكر نسبي، بس انا بحب معلقه كبيره كفايه، يعني تديله سكر خفيف كده حلو. وبعدين هنحط رشه او معلقه قرفه، معلقه صغيره. انا برش كده بالنظر، المهم يعني على حسب برضو حبكم للقرفه، بس ما تكتروش قوي. وهنضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، يعني لغايه ما نحس ان البيض اختفى تماما من المكونات. هتلاقيها تديكي لون القرفه الجميل ده، وهيطلع في التوست في التحميصه اللون ده بجد حلو جدا. هنجيب بقى التوست اللي عندنا، طبعا انا بعمل الكميه دي على قد 2 توست. تمام. هنجيب بقى التوست اللي عندنا وهنحطه في الخليط اللي احنا عملناه ده، وهنسيبه يتنقع شويه. يعني هنقلبه وش وظهر، هتلاقوه هو اوريدي شرب الخليط كله، يعني شويه شويه كده هتلاقوا ان هو شرب كل الخليط اللي موجود في الطبق اللي احنا عاملينه ده. تمام. انا بحرك الصينيه يمين وشمال عشان اضمن انه جاب في الحواف كلها. بصوا، هو هنا جاب شرب كل حاجه، ما عادش فيه خلاص الخليط تحت، هو شرب كل حاجه، وهتلاقوه نفش كده شويه، توست نفش كده كويس. وبعدين هناخد بقى قطعه زبده في البان بتاعتنا وهنسيحها. وبعدين بس بصوا، خلوا بالكم انا سبتها اتحرقت مني سنه، بس ما تنسوهاش، يعني انا نسيتها بس اتحرقت مني سيكه، فانتوا ما تنسوهاش. الزبدة بتدي طعم حلو جدا مع الوصفة دي. تمام. وهنحط التوست بتاعتنا وهنحمرها بقى، هنوطي عليها النار ونسيبها بقى تستوي على الناحيتين. اهم حاجة نوطي النار عشان ما تتحرقش. انا عايزة ان السوا يدخل لانسجة التوست، علشان هو شرب البيض واللبن كله، فانا عايزة البيض اللي جوه ده يستوي. انتوا ممكن تحطوا مع الوصفة دي رشة فانيليا، مش هتخسر وهتدي تيست حلوه برضو وفليفر حلوه. بس انا ما حطيتش عشان انا القرفه كانت كفيله بالنسبه لي، لان هي بتبقى اصلا ريحتها قويه في الوصفه دي. تمام. بعد ما خلصنا خالص على الوشين، بصوا بقى اللون وجماله على فكره، يعني الفيديو ظلمه. هنحط بقى التوست كده بيطلع طري وجميل وطعمه حلو جدا، وبص فيها كل حاجه بقى، فيها بيض ولبن. فانتي اساسا عملتي وجبه متكامله لطفلك في النادي او في اي حته. بصوا بقى طلع جماله ازاي، بجد اعتمدوا الطريقه دي هتشكروني عليه.